السلام عليكم، كي بقيتوا لاباس عليكم بخير؟ نتمنى باش تكونوا على خير وبخير وما ناقصكم حتى شي خير. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي قصه جديده. بالنسبه لنا جداد لاول مره كيشوفوا هذا الرقم، غادي دير بوز الفيديو وغادي تهبط دير اشتراك في القناه باش هكا نبقاو ديما مجموعين ويوصلكم جديد، ومن بعد عاد اجي تكمل الفيديو على خاطرك. تنظن أن الناس اللي بكامل قواها العقلية مستحيل تجيها في دماغها أنها دير بحال هاد الفعايل هادو اللي غادي نعاود لكم. القضية ديال اليوم غادي تصدمكم وغادي تخلي دماغكم تبلوكا وغادي تخليكم تسائلوا على واش حنا مازالين عايشين معنا ناس من هاد المستوى. واحد النهار واحد السيده يكون خارج من الخدمه وغادي يكون راجع لدارو عنده وليدات تقريبا مع 8 الليل، ولكن الطريق اللي كتدي لدارو كانت خاويه ديك الساعه. هنايا غادي يقرر باش انه يمشي في جن ديال الشانطي. هو غادي يبقى يدور في عينيه، واحد شويه غادي تبان له شي حاجه مليوحه في الارض. هنايا كان مازال بعيد شويه عليها، غادي حتى غادي يوصل ليها. فاش غادي يوصل غادي يلقى جثه محروقه، غادي يبعد عليها وغادي يعيط مباشره للبوليس. فاش غادي يتصل بالبوليس غادي يجيو في ديك الساعه البلاصه فين غادي يقول ليهم. وفاش غادي يوصلوا لديك الجثه غادي يلقاوها بان واحد جثه محروقه ديال انسان بالغ، حيت الجثه ما كانش واكلها العافيه كامله. الذات كانت محروقه وانما اليد كانت ما وصلش ليها العافيه. الشرطه العلميه غادي تجي وغادي دير خدمتها وما غادي تلقى حتى شي حاجه اللي تديها لراس الخير. من بعد غادي يهزوا الجثه وغادي يمشيو بها لمركز الطب الشرعي، وفي التشريح غادي يخرج بان مول الجثه عنده 30 سنه، وباللي سبب الوفاه الحقيقي ماشي هو الحريقه وانما وفاه عاديه. كما قلت لكم قبل بان العافيه ما كانش قايصه اليدين، داكشي اللي غادي يخليهم انهم يعرفوا شكون هو مول الجثه وفين كيسكن. غادي يلقاو بان الجثه ديال هبه في العمر ديالها 30 سنه، ويلا مخرجين ليها شهاده الوفاه وتصريح بالدفن. البوليس غادي ينتقلوا للدار فين ساكنه هبه، وهنا غادي يسولوا مالين دارهم على هبه كيفاش وقع ليها حتى ماتت. غادي يقولوا لهم بان البنت كانت ناعسه، فاش جينا نفيقوها في الصباح لقيناها توفات. غادي يغسلوا هبه وغادي يصليو عليها صلاه الجنازه، ومن بعد غادي يديوها لواحد المقبره باش يدفنوها. وديك المقبره كانت قريبه من المنطقه اللي لقى فيها داك السيد الجثه محروقه. هنا البوليس غادي يعاودوا العائله ديال هبه داكشي اللي وقع، وغادي يطلبوا منهم باش يمشيو يديوهم للمقبره فين دفنوا بنتهم. هنا السؤال مطروح، هو العساس ديال المقبره فين راه؟ وعلاش القبر تحل وتجبدات منه الجثه وما عاق حتى شي واحد بشي حاجه؟ البوليس غادي يعتقلوا العساس لمده ديال 3 ايام، وفي هذا الوقت هذا بالضبط غادي يجيهم بلاغ واحد اخر ديال ان كاينه واحد الجثه واحده اخرى حتى هي بنفس الطريقه محروقه ومرميه في جنب الطريق، ولكن هذه المره هذه غادي يلقاوها قريبه من البلاصه فين لقاو هي. البوليس غادي يمشيو لعين المكان وغادي يديروا نفس المراحل اللي داروا في الجثه ديال هبه. غادي يخرج في التشريح بان صاحب الجثه في العمر ديالها 25 سنه، وحتى هي ما ماتتش بالحريقه وانما سبب الوفاه ديالها هو حادثه سير اللي دارت ليها واحد النزيف في الدماغ ديالها. وهذا السبب هذا بالضبط اللي خلاو البوليس يطلقوا العساس، حيتاش عرفوا بان ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي واقع. واخا هكاك كان مره كيستدعيوه وكيبداو معاه التحقيق من الاول. واحد النهار غادي يجيبوا محقق جديد، وهنايا غادي يرجعوا يعيطوا للعساس باش يديروا معاه التحقيق من الاول، وغادي يحاول يخرج منه شي حوايج اللي يقدروا يديوه لراس الخير. هنا هو كيسول داك الحساس غادي يقول ليه بان انايا كان معايا واحد السيد سميتو ايوب خدام معايا. غادي يسولو يقول له فين راه هذا السيد هذا؟ هو غادي يقول له بان داك السيد كان كسول في خدمته، وهذا الشيء هذا اللي خلاهم يجريو عليه من الخدمه. من بعد غادي يطلبوا العنوان ديال هذا السيد هذا وغادي يمشيو لعنده وغادي يجيبوه باش يديروا معاه التحقيق. ايوب فاش غادي يجيبوه غادي يعترف بكل سهوله، غادي يقول لهم انا اللي جبت دوك الجثات وتعديت عليهم وحرقتهم. غادي يسولوا على السبب اللي خلاه انه يقصد دوك الجثات هذوك بالضبط. يعني البوليس خصو يعرف واش كيعرفهم، واش عنده معاهم شي حسابات او شي حاجه بحال هكا. هنايا ايوب غادي يقول لهم انا ما كنعرفهمش وما عندي بهم حتى شي علاقه، واصلا هادو اللي لقيتو راه ماشي هما اول وحدين، حيت شحال هادي فاش كان عساس كان اي واحد جاي يدفن شي بنت كيمشي كيعاونهم وكيبقى يسول
على السن ديال البنت اللي مدفونه. وفاش كيمشيو بحالهم هو كينوض في الليل بلا عجز عليه، وكيحفر القبر وكيجبد الجثه وكيولي يرجع القبر كما كان، باش هكا الا جاو العائله ديال السيد او السيده اللي مدفونه ما يشكوا في حتى شي حاجه ويلقاو القبر كما خلاوه. النهار اللي غادي يجريو عليه غادي يفكر باش انه يرجع لخدمته باي طريقه، لدرجه كان كيحرش الناس على داك العساس اللي كان باقي، وكان كيحاول باش انه يدير لهم الشكوك في دماغهم من الناحيه الاخلاقيه ديال داك العساس. هادشي كامل غير باش هو يرجع ويجريو على السيد. ايوب اعترف بان في هاد المده ديال 3 شهور فاش جراو عليه كان كل ليله كيمشي للمقبره كيبقى عاس على داك العساس على ما ينعس. قال لك بان بعض المرات ما كينعش العساس، فاش ما كينعش العساس ما كيقدرش يدخل المقبره وكيرجع بحال. النهار اللي مشى خرج الجثه ديال هبه، قال لك ناض كما العاده في الليل مشى يتاكد بان العساس ناعس. قال لك بقى كيتسنى حتى نعس. فاش نعس غادي يدخل المقبره، فاش غادي ينعس غادي يدخل المقبره وغادي يمشي مقصد القبر ديال هبه. فاش غادي يوصل غادي يحفر القبر، غادي يخرج الجثه وغادي يرجع القبر كما كان، ومن بعد غادي يهز الجثه على كتافه وغادي يخرج. واعترف بانه تعدى عليها عاد حرقها. من بعد الاعترافات ديال ايوب قدام القاضي غادي تثبت عليه التهمه، وغادي يخليهم يفكروا بان مستحيل يكون هاد السيد هذا جميع قواه العقليه. داكشي علاش غادي يعرضوه باش يدير الخبره الطبيه والطبيب النفسي. وهنا غادي يخرج تقرير بان ايوب عنده اضطرابات عقليه وعنده ميول باش يمارس بحال هاد الافعال، وهادشي اللي غادي يخلي المحكمه تحكم عليه بالمؤبد، ومن طبيعه الحال غادي يدوزها في مستشفى امراض العقليه. وصلنا للنهايه ديال لا فيديو، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وبقضيه جديده وقصه جديده. وما تنساوش اللي عنده شي قضيه اولا شي اقتراح يسيبها لي في الكومونتير اولا يخليها لي في انستغرام ولا فيسبوك. وما تنساوش تبركوا على هذه باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ونبقاو مجموعين. الا عجبكم لا فيديو بركوا حتى على هذه. السلام عليكم.